حين تتحرك القبيلة بوصفها قيمة لا كاسم، يصبح السؤال عن الصحة موقفا وعن الوفاء رسالة. في مشهد يجسد عمق الأصالة القبلية حين تتحول إلى فعل إنساني، نفذت اليوم زيارة تفقدية قبلية للإطمئنان على صحة الشيخ حسين المقدشي، أحد كبار مشايخ قبيلة عنس، خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة، في لفتة تعبر عن معاني الوفاء والتكافل التي قامت عليها الأعراف القبلية الأصيلة. كما شملت الزيارة الاطمئنان على صحة الشيخ علي أبو حليقة، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحد كبار مشايخ محافظة إب، خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة، تأكيدا على مكانته الاجتماعية وتجسيدا لمعنى التواصل بين القبل حين يلتقي الواجب الإنساني بالموروث القبلي العريق. تقدم الزائرون الشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم الشعبي القبلي ونائب رئيس مجلس الشورى، ومعه الشيخ عبد الله مجيديع عضو مجلس الشورى، والشيخ محمد عبد الوارث المصري عضو مجلس الشورى، إلى جانب عدد من المشايخ والوجهاء وقيادات التلاحم والشورى. بدورهما الشيخان المقدشي وأبو حليقة عبرا عن بالغ شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، مثمنين ما حملته الزيارة من معان صادقة للتراحم والتكافل، ومؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس أصالة القيم الاجتماعية وعمق التلاحم القبلي. الله يشفيه. نسأل الله العلي العظيم أن يشفيه يا الله يا الله يا الله، تحسن ختامنا جميعا، يشفي مرضانا يا الله يا الله يا الله، اشفيه ولطفه يا الله. الفاتحة يا رجال صوت الصلاة جميع الشفاء. وحدنا